ازاي الدكتور بيقيس ضغط العين؟ اول واحد اللي هو الجهاز الموجود في العياده غالبا اسمه جولدمان ابلانيشن تونومتر. الدكتور بيحط لك قطره مخدره وبيحط لك صبغه وبيجيب اللون الازرق ده، والجهاز بيقرب من عينك وبيلمس لمسه بسيطه. الدكتور بقى جوه الجهاز بيبقى شايف المنظر اللي قدام حضراتكم ده، لازم يكون الاقواس دي لامسه بعض كده عشان القياس يبقى دقيق. الجهاز التاني اللي معتمد على النفخ الهوائي، بس هو ممكن يدي قرايات اكبر من القرايه الحقيقيه. الحاجه بقى المهمه اللي بعد كده ان انت يا ريت يا ريت يا ريت تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو. دي الحاجه الوحيده اللي عليك ان انت تعملها عشان تساعدني عشان الفيديو ينتشر. الحاجه بقى بعد كده والجهاز اللي بعد كده، الجهاز مش محتاج قطر بنج او حاجه. شايف الجهاز هيطلع منه حاجه بسيطه خالص، هتلمس القرنيه وهترجع تاني. ومن سرعه الارتداد بنقدر ان احنا نقيس الضغط بتاعنا. ده جهاز اسمه اي كير، انا ما استخدمتوش قبل كده بس هو جهاز محترم جدا. دي كانت طرق قياس ضغط العين زي ما طلبتوها مني. اتمنى لكم الصحه والعافيه. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وضغطوا لايك عشان دي الحاجه الوحيده اللي انت تقدر تساعدني بيها. كان معاك دكتور محمد جوده، مع السلامه.